السلام عليكم. تعالوا كده ان شاء الله النهارده بنعرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. هنقول كل التفاصيل الخاصة بالحمام وكمان هنقول الاسعار، ويا ريت الناس تسمع الفيديو للنهاية، واللي يعجبها الاسعار وكمان يعجبها الحمام تتفضل تتواصل معايا على التليفون اللي هسيبه في اول تعليق مسبق. اول جزء من اللي حضراتكم شايفينه ده اصول الحمام ده النتاية كانت من الحمام الكينج، اما الذكر كان من مستويات الرومي على روماني من المستويات العالية. الاهالي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بالظبط كل 17 يوم بتبيض. التأكيل تأكيل اهالي مش تأكيل يدوي نهائيا. الحمام واضح عليه، يعني كل 15 يوم بالظبط بنعرض منه جوز او 2 وتأكيل اهالي كامل. يعني ربنا كرم بكام جوز فبنبيع ان شاء الله من انتاجهم. الجوز ده بالظبط يعني زي ما بيقولوا كده 15-20 يوم، شهر بالكتير لو حضرتك مش مهتم قوي الحمام ان شاء الله يبيض. النتاية اللي هي البني، اما الذكر اللي هو بني في ابيض. وسبحان الله كل الحمام بيطلع كده، الذكر بيطلع بني في زي ما حضراتكم شايفين، لكن النتاية بتطلع بني سادة خالص. الجوز ب450 جنيه على وش شغل. اما ده ذكر وانتايه من الزغاليل الحمام الكينج. زغاليل على فكرة يعني يمكن يكون احنا ما عندناش مهارة التصوير، لكن بصراحة الحمام كله حمام ولاد استيراد، حمام ما شاء الله. يعني احنا انا ما بحبش التزييف، حتى لما بتيجي الصور والحمام واقف وقفة مش مظبوطة بسيبه زي ما هو عشان الناس برضو تشوف الحمام بطبيعته. دي زغاليل من الحمام الكينج. الاهالي ان شاء الله يعني من المستويات الكويسة جدا. طبعا كلنا عارفين ان الحمام احيانا بيقف وقفة مكورة، احيانا بيقف وقفة كده زي ما حضراتكم شايفين. ده مش معناه خالص ان الحمام حلو او وحش، ده حمام من المستويات الكويسة. الاهالي يعني عندي ما شاء الله بتبيض على 13 يوم. دول زغاليل معتمدين على نفسهم، ودول اخواتهم في الطبقة هم. الزغاليل ديت ب1300 جنيه. زغاليل معتمدة على نفسها، بتاكل وبتشرب وكل حاجة، يعني قائمة لوحدها من غير أي مساعدة. الأهالي هي اللي أكلت الزغاليل لحد ما اعتمدت على نفسها، وكمان جنبهم زغاليلهم أهيت. يعني إن شاء الله أيام بسيطة إن شاء الله ويبقى الحمام بيبيض تاني. يعني حمام أهديه هرموناته مظبطة، حمام إمكانياته عالية، فإن شاء الله ربنا يبارك للي هيكون له النصيب بصراحة في الحمام ده. للناس اللي بتبقى عاوزة تعرف، احنا برضو عشان الأمانة يعني بنسبة كبيرة جدا هيكون الذكر اللي هو الأبيض، أما النتاية هتكون اللون البني. لما يعني ممكن يفضلوا إنتاجهم على طول، النتاية تفضل على طول بني والذكر دايما بيبقى ساعات أبيض، وأحيانا ممكن يطلع حمام ملون على حسب إن شاء الله ما ربنا يكرم والحمام يبيض. ده عندي النتاية عندي بيضة في الأصل في الأصول بتاعته، أما الذكر عندي على فكرة عاطي شوية للسيلفر، فسبحان الله ادوني الإنتاج ده ب1300 جنيه. الناس تتفرج على الحمام براحتها، وبعد كده ان شاء الله اللي حابب حاجة يتواصل معايا. الجوز ده جوز من الحمام الكينج الأصلي البيور. الأهالي على فكرة بتاع الزغاليل اللي فاتت نفس دول كده بالظبط. ده حمام لسه عليه 3 ريشات. أنا بايعة واحد على وش شغل، وبايعة منه واحد زغاليل امبارح. ربنا إن شاء الله يبارك في اللي كان له النصيب. ده يعني شبابات، يعني إن شاء الله 3 أسابيع بالظبط إن هو عليه ريشة، والتانية إن شاء الله تقع النهاردة. طبعا الناس اللي بتاخد الحمام لو بتهتم بيه وبأكله بالأملاح المعدنية، الحمام إن شاء الله يشتغل عطر. عند الحمام الكينج الناس اللي بتشتكي من إنتاج والحاجات زي كده يا جماعة،
بيتعاملوا معاه بطريقة خطأ، بيتعاملوا معاه بأسلوب اللي هو التحضير والحاجات ده، وده خطأ جدا. أنا عندي الحمام ما شاء الله اللي هو البيور بسيبه يقعد على بيضه وبيديني أحلى إنتاج، وزي ما حضراتكم شايفين ربنا يبارك لحضراتكم وليا. ده جزء تاني هو من الحمام اللي هو الحمام الكنج. الجزء ده عامل 1900 جنيه. أنا بايع اللي هو كان عليه يعني كان لساله 15 يوم بالظبط ويبيض، بيعاه ب2200 جنيه. ده ب1900 جنيه. وعاوزة أقول كلمة بس لبعض الناس اللي شوية ممكن تنتقد الحمام. أنواع الحمام، أنا بديك حمام تاخده مني إن شاء الله تدعيلي مش تدعي عليا. حمام بيكون مستويات كويسة، ولاد استيراد مباشر. بس طبعا بهتم بالحمام. حمام عندي ممكن أهليه تأكله لحد ما تأكله حوالي عن 30 يوم بالظبط. بشيل الحمام من تحت أهليه وبحطه تحت حمام تاني عشان ياكل كمية كبيرة جدا، لأن كل ما الحمام أكل تأكيل طبيعي كل ما مناعته عيلت، كل ما فيما بعد يبقى إنتاجه على 13 يوم بتلاقيه بيلحم العيش فيه العيش. وأنا حريصة على كده، ما بديش الحمام بأكل كرتم وبأكل يعني حاجات كويسة عشان إن شاء الله ربنا يرضيني فيه. الجزء اللي بعد كده جزء زغاليل من الحمام اللاحم الفرنسي البيور. زغاليل ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك إن شاء الله في اللي هيكون له النصيب فيهم. الزغاليل عندي ببيعها زغاليل كتمة، يعني زغاليل ما وقعتش لسه ولا ريشة، بس خلاص صوت الصوصوة اللي فيها ما عادتش موجودة، الريش الأصفر ما عادش موجود. الزغاليل بتطير وبتطلع وبتنزل ومعتمدة على نفسها اعتماد كلي. بنبدأ ان احنا نخرجها الجوز ان شاء الله ب250 جنيه. زغاليل اللحم انا مش ببيعها اقل من، بس ببيع زغاليل اللحم تاخدها معتمدة على نفسها اعتماد كلي ما شاء الله. ربنا يبارك ان شاء الله لله يكله النصيب. اما ده جوز من الجوز الشبابات اخو على فكرة الجوز اللي انا عرضته في البداية خالص. عندي جوز زغاليل، وعندي برضو لو حد حابب يشتريهم مع بعض عندي منهم جوز زغاليل وعندي جوز شبابات. هما دول اخوات اللي انا عرضتهم في البداية خالص. الجوز ده عامل 1500 جنيه ما شاء الله. ده برضو يعني الاهالي بصراحة عندي انتاجها كويس جدا، وسبحان الله دايما عندي الذكر بيطلع الابيض والنتاية بتطلع البني. يعني ده كان جوز طلعته انا من تحتهم. ممكن يبقى اما يجي يشتغل عند حضرتك عادي خالص، ممكن يديك الوان، ممكن يديك سيلفر في ابيض، ممكن يديك ابيض. يعني بصراحة من يوم ما وحصل عندي انتاج بيطلع لي الالوان دي. الذكر عندي الاصل سيلفر والنتاية عند بيضة، فسبحان الله بيطلع يعني النتاية عندي بتطلع سيلفر في بني فيها ابيض خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين اهي دي النتاية. اما الذكر بيطلع اللي هو الابيض. انتاجهم يعني حاجة كويسة، والناس ما تستغلاش الحمام. الحمام يا جماعة على حسب امكانياته، على حسب هو واكل قد ايه طبيعي قد ايه بيكون سعره. بعد كده عندي عندي فراخ من الفراخ الهندي. مستويات الفراخ الهندي الحمد لله بفضل الرحمن مستويات كويسة جدا. يعني هما يعني بصراحة الفراخ عندي كلها يعني تربية اللي هو الفراخ بتبيض وبترقد على البيض، وبعد كده ببدأ ان انا ابيع منها. عندي فراخ هندي وعندي فراخ رومي. طبعا انا مقصقصة الفراخ الرومي يا جماعة. الفراخ الرومي انا شادة او نزعة الريش بتاعها طبعا عشان اللي ياخد مني حاجة يدعيلي. باكلهم من هم صغيرين لند بقى ما يبدأوا ان هم يشتغلوا. ببدأ ان انا اشد الريش، بدي جرعات من جرعات الديدان، بدي لهم بعض التحصينات ان شاء الله عشان ربنا يكرمني واللي ياخد حاجة يداني. انا مش بحب ابيع حاجة غير لما تكون ان شاء الله حاجة كويسة عشان الناس استنى منها دعوة كويسة.
بشد الريش، شد الريش كله بتاع الفراخ زي ما حضراتكم شايفين اهوت. الفراخ انا نازعه الريش وعطيالهم كمان جرعة ديدان. محتاج بس يجي عند حضرتك تبدأ بقى تأكل رز الشعير وكده، ربنا يكرم بإذن الرحمن. الفرخ من الفراخ الرومي أبيعه ب450 جنيه، ده على وش شغل. الناس ما تستغلاش الحاجة، أنا بدي للحاجة حقها، وأما باجي أبيعها لازم أخد حقي برضو، لأن ده طبعا جهدي وتعبي، ومش يعني بديلها حقها بما يرضي الله في كل حاجة، في تربيتها، في أكلها، في شربها. حضرتك بتاخد حاجة بتبقى متربية صح، بعد كده اما تنتج عندك ان شاء الله بيبقى فرق عافي، غير اللي بيبقى متربي خاوي، ما اكلش اكل كويس، ما اتعالجش بطريقة صح. فان شاء الله اللي عاجبه يتفضل يتواصل معايا. عرضت كل اللي موجود عندي بكل الاسعار، كل حاجة بيكون لها سعرها، كل حاجة على حسب هي كبيرة او صغيرة. في جوز حمام ممكن حضرتك تروح تجيبه ب100 جنيه، بس يكون كبير في السن وما يديلكش انتاج يعني، والعلف بقى غالي، فلازم تجيب حاجات نضيفة.